السلام عليكم. كل احنا بشر ونغلط، وكل احنا عندنا شهوات تطغى على عقلنا فنتبعها، لكن اكو شيء اسمه ضمير هو اللي رجعنا للمسار الصحيح وخلينا نفكر بكل شيء سويناه غلط. لكن بالسوشيال ميديا هذا الشيء ابد ما موجود. حاليا بالسوشيال ميديا موجود شيء واحد، هو شلون اشتهر حتى لو كان على حساب عائلتي، شلون اشتهر حتى لو كان على حساب اختي، شلون اشتهر حتى لو كان على حساب كرامتي وشرفي واخلاقي وعاداتي وتقاليدي وكل شيء يتعلق بالمحيط اللي انا عايش به. اليوم جاي احكي عن شخص الحمد لله ما ماخذ ذاك الصيت. ليش؟ لان اكو ناس واعيه وعارفه هذا الشخص يريد بس صيت باي طريقه ممكن. اللي متابعني بالقناه القديمه يعرف انا هواي حكيت عن عبود الكيبل. عبود الكيبل من بدايه قناته كان يستعمل اخته استعمال بشع بشتى الطرق على مود يشتهر اسمه ويصعد، والحمد لله اكو ناس موقفته على الحد. كان ينزل فيديوهات مخله بالاداب، كان يحط بيها ثمنيلات ما اقول مغريه بس يعني ما إلها اي داعي. العنوان مال الفيديو اي اسخف ما يكون. شفت فيديو لعبود الكيبل هيك فيديو شورت على اليوتيوب، اختي جاي تسبح معاي. تخيلوا يعني انت منا وتخيل الاشياء يعني تخيل ببالك شنو يصير. انا ما راح اطلع لا اي فيديو ولا راح احكي عن فيديو معين، راح احكي عن ظاهره جاي تنتشر هذه الايام. وعبود الكيبل ترى كمثال، يعني هواي اكو ناس مشهورين وعندهم ارقام اكثر منه. انا ما محضر لهذا الفيديو، بس من شفت الفيديو اللي هو ناشره يعني قلت اوقف وين وصلنا. ناشر على السناب، وهو فيديو هو اعتقد هو وخطيبته الجديده الاجنبيه، ما شاء الله كل واحد عربي صار يعني يريد يطلع عنه مألوف ويروح يتزوج اجنبيه. مصور وياها اكثر من فيديو، يعني ما ادري شو يريد اتنشن باي طريقه. مره يحضنها وينزل فيديو، مره يتباوسون وينزلون الفيديو، مره يسوون يعني اشياء غريبه. واخر هذه الفيديوهات اللي نشرها هو فيديو نايم هو وخطيبته. يعني ما ادري شلون اوصفكم اياه، ما اعرف يعني شنو الطريقة الزينة على مود اوصل لكم الفكرة. بهذا الفيديو تو قاعدين هو وخطيبته من النوم، ويقول لا تصورون الشاشة وتنشرون الفيديو، مع انه هو ناشر بالسناب. يعني كمية الغباء والاتنشن اللي يريدها، اللي حاب يوصل لها مو طبيعية. ويقول احنا نريد نعلمكم شغلات بالمستقبل، يعني شيء تافه. ما ادري اذا راح اطلع لكم الفيديو، واعتقد ما راح اطلعه. الشيء اللي اريد احكي عنه هو احنا وين وصلنا. ليش اكو ناس جاي تستعمل اخته وامه وعائلته على حساب انه يشتهر؟ مو كل الناس. اكو ناس جاي يطلعون اهاليهم بصورة جدا جميلة وجاي ينقلون صورة كلش حلوة، بس اكو ناس جاي يطلعون اهاليهم بصورة بشعة. ما اعرف اذا هاي الظاهرة راح تنتهي او لا، وان شاء الله تنتهي. اسف لان ما جاي انزل فيديوهات هواي، وسبب اني انا جاي امر فترة امتحانات وفترة يعني ضغط مو طبيعي، لكن ان شاء الله ما راح اقطع عن القناة. اشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.